اهلا بيك يا صديقي الاهلاوي في حلقه جديده هنتكلم فيها عن مباراه القمه واللي انتهت 1-1 في اداء مخيب ونتيجه مخيبه جدا 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 لجماهير النادي الاهلي. يعني كانت متوقعه بسبب التشكيل السيء من كولر المدرب اللي بيثبت ان هو بيكون خايف وجبان وكل حاجه ممكن توصفه بيها في مباريات الاهلي الكبيره وخاصه قدام نادي الزمالك. ما تفهمش الراجل ده تفكيره بيكون ايه. عندك كل اللعيبه، عندك انت فايق فنيا، عندك القدره انك تنزل المباراه بتشكيل احسن من كده، لكن بيختار دايما الحلول الدفاعيه. بيختار فعلا ان هو ينزلنا بشكل جبان جدا، يخلي الفرق اللي قدامنا هي واقعه فنيا تطمع فيك. زي مباراه النهارده كده، الزمالك مش في احسن حالاته، الاهلي في احسن حالاته. الاهلي السكواد بتاعه احسن من نادي الزمالك مليون مره، لكن على ارض الملعب انت ما اثبتتش ده. على ارض الملعب نزلت بتشكيل انت خايف، نزلت بتشكيل كانك بتقابل ريال مدريد، بتلعب بكوكا ناحيه اليمين الشمال وبتلعب باكرم توفيق ناحيه اليمين. انت نازل ما تفهمش انت عاوز ايه من المباراه. شوط اول سيء جدا من النادي الاهلي، شوط اول بيثبت ان كولر مدرب جبان وبيخاف وما عندوش اي فكره ان ماتشات الزمالك دي بتتلعب ازاي، وما فهمش الجهاز الفني مع النادي الاهلي بيعمل ايه. كابتن سامي قمصان، كابتن محمد شوقي يفهموه ان مباريات الاهلي والزمالك دي انت لازم تكون بتنزل بتاكل الارض، بتاكل النجيله، نازل باحسن ما عندك من اللعيبه، ما بتنزلش مدافع. لو نزلت بتدافع فبالتالي الطرف الثاني هينزل يشوطك وهينزل يكسبك وهينزل يعمل عليك مباراه بغض النظر هو مستواه الفني بيكون ايه. هينزل ياكلك لانك انت بتقول له انا ضعيف، انا خايف منك، انا عندي الاجنحه بتاعتي ضعيفه، انا الباكات بتوعي ضعفه ونازل ادافع. انت عملت كده الماتش ده، نزلت جبان، نزلت خايف من نادي الزمالك. الشوط الاول انت ما رحتش، انت ما جيتش، انت ما عملتش اي حاجه. اللي كان بيلعب بدون خط هجوم كامل كله الا هو امام عاشور اللي كان بيلعب. بقيه الاجنحه بتاعتك انت كنت مديهم مهام دفاعيه مقرفه ومقززه جدا 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 جدا. اداء النادي الاهلي النهارده مقرف بسبب المدير الفني، مش بسبب اللعيبه، بسبب اختياراته السيئه للمباراه، بسبب اختياراته وتوظيفه للعيبه في المباراه سيء جدا. ما تفهمش هو كان عاوز ايه المباراه دي. محجم كل الناس، الشحات ومحمد عبد الله في الشوط الاول انت مخليهم يدافعوا اكتر ما بيهاجموا. مفيش ولا هجمه محترمه راحت للنادي الاهلي في الشوط الاول ولا الشوط الثاني. الشوط الثاني انت الجول اللي جه هنتكلم عليه بعدين، بس احنا بنتكلم الشوط الاول انت ما عملتش اي حاجه. انا مش فاهم انت كنت بتفكر في ايه. انت كنت عاوز ايه من المباراه دي؟ هل انت كنت عايز تكسب؟ لا. بالتشكيل ده وبالاداء ده انت كنتش نازل تكسب، انت نازل تلعب على التعادل وعايز تامن المباراه وشكرا. مباراه يتحمل نتيجتها السلبيه، سلبيه، التعادل ده سلبي لانك بتنافس على الدوري، مش نفس النادي اللي بتلعب معاه. هو ما يعرفش هو عاوز ايه من اصلا من الدوري السنه دي، لكن انت بتنافس على النادي بيراميدز السنه دي وعاوز تكسب، وربنا كرمك والصفقه الجديده بتاعتك جابت جول، ويلا امن المباراه ويلا العب برجوله. هنرجع بقى للي حصل في الشوط الثاني، بس احنا بنتكلم بشكل عام. النهارده الاهلي اداؤه زي الزفت، وحش جدا، سيء جدا. ما تفهمش انت عاوز توصل لايه. نفس ما قلتها 100 مره، لاني ما فهمتش النهارده كولر عاوز ايه من المباراه. بانك تبدا بتشكيل فيه كوكا واكرم توفيق. انت بتقول لبيسيرو باني انا خايف منك، انا قلقان منك، اطلع تعالى هاجمني، انا هدافع طول الشوط الاول او شوط او طول المباراه بما انك نزلت الاثنين ومش هتعرف تعمل تغييرات على مستوى الباكات وتخسر تغييرين على مستوى الباكات. ايه تاني بقى عايز تبدا في قبل المباراه ان جمهور الزمالك شتم امام؟ خلينا بقى نتكلم ان يا سلام جمهور الزمالك بدون اي داعي شتم امام عاشور واداله شويه شتايم كده بدون اي داعي، وده متعودينه عادي جدا من جماهير نادي الزمالك، ما فيش مشكله، اشتموا واعملوا. الراجل النهارده كان من نجوم المباراه، عمل اداء كويس على قد ما ربنا كرمه. عمل خطوره على نادي الزمالك وقدم مباراه كويسه. التيفو بتاع النادي الاهلي كان كويس في بدايه المباراه. يعني شوف انا بتكلم في ايه، شوف بقول لك ايه الامتيازات اللي كانت في المباراه. التيفو كان كويس، الله النسر كان ممتاز جدا الصراحه. لكن هتيجي بقى تتكلم هجوميا وشكل فني، انت ما كانش ليك اي شكل فني. هجوميا ما كنتش موجود الشوط الاول. الشوط الاول انت كنت ضايع فيه، ما عملتش اي حاجه هجوميا. يعني اللقطه اللي اكتشفناها الصراحه عند نادي الزمالك ان محمد شحاته برغم ان هو لاعب موهبه ولاعب ممتاز جدا، لكن اللاعب ده ممثل بارع جدا يا جماعه. يعني الله اكبر، برافو عليه. يعني عنده مستقبل في التمثيل بعد ما يخلص مشواره في كره القدم. في التمثيل روعه جدا، في تدخل الشحات عليه، تدخل احمد رضا عليه، تدخل جراديشار. الولد بيمثل ولا اجدعها ممثل، بينافس احمد السقا في التمثيل. برافو عليك يا ابني، كمل. هم بيحبوا اللقطات دي وبيحبوا الحاجات دي. وللامانه انت لاعب بقيت حاجه غريبه عينك. اللاعب كنت بتمنى ان هو ينضم للنادي الاهلي بس بالشكل ده يا اخي خلاص خليك مكمل في 100 عقبه، مش عاوزينك. نرجع تاني بقى للمباراه. نفس ما قلنا الشوط الاول انت ما عملتش اي حاجه، اللهم كوره امام عاشور اللي كانت دي الحاجه الوحيده. اول خطوره كانت من نادي الزمالك في الدقيقه 10 لما وصلت الكوره، جت من
من ناحيه كوكا، من ناحيه الشمال، زيزو هناك كان يعني بيعمل كل اللي هو عاوزه. زيزو كان في الشوط الاول ماسك كوكا، واحمد رضا لما كان بيميل عليه كان يعني الصراحه عامل مباراه ولا اروع على الاثنين دول. زيزو النهارده كان بيلعب في ناحيه اليمين، ناحيه الشمال بتاعت الاهلي زي ما هو عاوز، بيرقص ويروح ويروح ويجي. في كوره رقص فيها احمد رضا، احمد رضا اتزحلق لغايه ما طلع على مدرجات الثالثه شمال تقريبا. ما تفهمش بقى ايه يعني، هل في تعالي؟ هل لعيبه الاهلي برضه تاني نرجع نقول انت داخل المباراه دي عايز تكسبها وفاكر انك خلاص المكسب في جيبك ونازل تكسب المباراه وتحفل وتصور وتعمل؟ اتقلبت على دماغك في اخر الدقائق، يعني اتقلبت على دماغك. شوط اول ما ينفعش اقول فيه الا تسديده امام عاشور. امام عاشور الشوط اللي شالها في الدقيقه 16، وبعد كده اقفل بقى الكتاب وروح بقى شوف هتعمل ايه. هي دي الحاجه الوحيده اللي لعيبه الاهلي عملتها، هي الشوطه الفرديه اللي جت لامام عاشور، شاطها بشماله، عواد حاول فيها، طلعت خبطت في العارضه وبعد كده طلعت. بس انت بقى ما كنتش شايف ان كل ده غلط؟ كل ده غلط. في الدقيقه 60 افتكرت بعد ما بدا الشوط الثاني افتكرت تعمل تغييرات ونزلت اشرف بن شرقي، وربنا كرمك من عنده بهجمه مرتده من ناحيه اليمين توصل لجراديتشار اللي متحرك وبيعمل كل حاجه، لكن ما فيش حد معاه. بيعمل عرضيه لاشرف بن شرقي اللي نزل مكان محمد عبد الله في الدقيقه 60، وبعديها كان في الدقيقه 71 بيقوم جايب منك الهدف الاول للنادي الاهلي. اضغط بقى، الزمالك خلاص هيهاجم، لا عملت ايه؟ ارجع ورا يا ابني، دافع، يلا ارجع دافع يا عم. انت دي مش فلسفتنا يا عم، ابوس ايدك بطل تحسسني انت بتدرب اسمنت اسيوط. انت ليه بتدافع؟ ليه بترجع الرجوع المقرف ده؟ اذ جبت الاول اضغط كمان ونزل وسام والعب، وجيب الثاني والثالث والرابع واقفل المباراه واحسمها. لكن ايه اللي حصل؟ برافو عليك، الدقيقه 83 سرحان من كوكا وسرحان من اشرف بن شرقي، الكوره توصل لعمر جابر اللي بيعمل عرضيه، الله اكبر. اشرف داري يا جماعه النهارده. انت لو تيجي تحلل الاداء، مش كورتين خبطهم براسه يرجع يقول لك عمل التحامات صحيحه وعمل مش عارف ايه صحيح وعمل فين وعمل ايه. يا عمي روح تشوف الاخطاء اللي بيعملها. الكوره اللي خد فيها انذار ضرب فيها بنتايج، كوره يعني مدافع ساذج جدا ان هو يعمل الكوره دي، تاكلينج متاخر وخبطت رجل اللاعب وخدت انذار. وكوره الهدف ما تشيلي الكوره قبل ما توصل للشناوي، والشناوي ايده مخرومه. هدف بيثبت ان مفيش حد كان مركز ولا حد كان منيل اي حاجه في الدقيقه 83، والكوره توصل لعمر جابر يعني لوحده بحر واقف. عمر جابر يعني انا اتوقع ان هو كان ممكن يغلط في الكوره دي بسبب ان هو اتفاجئ، ايه ده، هم لعيبه الاهلي سايبيني؟ الوينج والباك سايبينه في مساحه يعمل فيها ما بداله. يعني لو كان غلط في الاستلامه كان هيرجع تاني ويستلم الكوره ويروح تاني، لان هو قدامه مساحه وقدامه فرصه انه يعمل كل ده. وايه اللي حصل؟ عرضيه من عمر جابر وتوصل يلا بنتايج يابا يلا يدخلك فيك هدف التعادل، والماتش راح منك والماتش فلت منك. يا جماعه والله العظيم التعادل خساره. انت النهارده خسرت. ايه النقطه ايه النقطه؟ عملت ايه بالنقطه؟ خسرت. انت عمال توسع الفرق ما بينك وبين بيراميدز، انت بتعمل ايه؟ وكنت هتخسر يعني انا مش بقول لك انك الحمد لله يلا الاهلي عمل الحمد لله على كل حال طبعا، بس انا بكلمك بقى ان الاهلي النهارده فهو لعب. الاهلي لا عمل اللي عليه، ولا اللعيبه عملت اللي عليها، ولا كولر عمل اللي عليه، ولا اي حاجه من دي. ده انت كنت هتتغلب في الكره الاخيره اللي الله اكبر اشرف داري عملها بدراعه او بايده او بصدره ورجعها لاعب الزمالك تاني كان هيحطها في الجول. انت كنت هتخرج من المباراه دي بمستوى نادي الزمالك ده خسران. انت يلي عندك سكواد محترم وقوي ودعمت فريقك كنت هتخسر المباراه دي من نادي الزمالك اللي من كل واحد اي حد بيمسي عليه وبياخد منه نقط. انت كنت هتخسر قدام نادي الزمالك لان انت مش مصدق ان انت اقوى، لان مدربك مخليك ضعيف ومخليك جبان جدا في ماتشات القمه. مدربك مخلي شكلك في مباريات القمه قدام الزمالك ان انت الطرف الاضعف، واللي انت مش قادر، واللي انت مش عارف ايه، واللي انت ايه. يا عم ما تنزل تشحت عليا احسن في النادي الدوري المصري يا عم ارحمني. ما بتقابلش فرقه يا عم الحاج، الفرقه ضاربها السلك وعليها مشاكل اداريه وعليهم فلوس وعليهم قضايا في الدوري في الفيفا، وبيتغلبوا وبيتعادلوا في الدوري وحالتهم كرب.
تخليهم يلعبوا بالشكل ده؟ يا اخي ده هم اول ما نزلوا الشوط الاول كانوا خايفين منك ومرعوبين، لكن انت بطريقه لعبك المعفنه الدفاعيه اللي ريحتها طالعه اتعادلت واديتهم الفرصه، جابوا الجول وبياخدوا الكره وعايزين يجيبوا فيك جول تاني عشان يكسبوك. يا مدرب يا جبان، يا اللي نقلت جبنك ده للعيبه مخلي اللعيبه ماشيه جبانه في الملعب. ده منظر لعب؟ انت بالاداء ده كنت عايز تكسب؟ يا بجحتك لو كنت عايز تكسب بالاداء ده. كنت هحفل وكنت اقول بين قلبي وبين شرقي وبين مش عارف ايه، لكن اداء معفن، وكنت اقول ان اداء معفن واداء دفاعي واداء كريه. اداء انت مش عارف انت عاوز ايه منه. بتلعب باكرم وكوكا يا مدرب يا جبان. كريم الدبيس متالق وبيساند هجوميا، وعندك محمد هاني على الاقل بيروح بيعمل فنتات وبيروح. في الاخر تلعب لي اكرم وتلعب لي كوكا، انت نازل خايف وبتدافع. ويا ريتها جت على بس اكرم وكوكا، ده انت كنت مخلي محمد عبد الله والشحات بينزلوا يدافعوا. ليه بنلعب قصاد ريال مدريد؟ ده بتلعب قدام الزمالك، والزمالك هو ضربه السلك. يا اخي انا قاعد 90 دقيقه كاره شكلي في الملعب وطريقه لعبي وحشه جدا. انا ما كنتش شايف اي حاجه النهارده يعني هبقى بجح لو قلت لك انا عايز اكسب بالاداء ده. انت ادائك وحش ما يخلكش حتى تكسب، انت ربنا سترها معاك انك ما خسرتش. الكره اللي جت لزيزو في منطقه الجزاء ومفيش حد من المدافعين نط معاه طار معاه، ورامي ربيعه هو اشرف داري الاثنين اطول من برج القاهره وما بيطلعوش يطلعوا مع القزعه زيزو. الراجل طلع طار وحط الكوره دول حطها في نص الجول، والمصحف لو في اي زاويه جول. جت في ايد الشناوي. انت كنت هتخسر المباراه دي. ما التعادل رحمك، التعادل نجدك. زودت الفرق تاني ما بين بيراميدز، يلا بدل ما كان نقطه يلا يبقوا 3 نقط، يلا طينها. وبيراميدز مش هيوقف وهيفضل يكسب بقى بتحكيم مش بتحكيم، باداء مش باداء، هيمشي. اداء يا اخي والله العظيم حرام عليك، والله العظيم حرام على كولر. الشكل اللي احنا شفناه ده شكل سيء جدا، ومش مباراه واحده يا جماعه ضد نادي الزمالك، ده المباراه الرابعه تقريبا ان احنا الاداء الوحش ده، الاداء الكريه ده، الاداء اللي انت بتشم ريحته وانت قاعد بتتفرج من ورا التلفزيون. يا اخي ايه ده يا اخي؟ يا اخي ما تضايقناش يا اخي، وتخلينا بقى الواحد بقى يقول كلام يزعل. قلت كل شويه كنت بتصيح وصياح وطالع نازل في مؤتمرات عايز لعيبه عايز لعيبه عايز لعيبه عايز لعيبه. يا اخي ما تلعب لعب عدل الاول قبل ما تطلب لعيبه. العب كوره، العب كوره، العب لي ادي حاجه فنيه، اعمل تحركات في الملعب، وريني انك بتهاجم. انت خايف من مين؟ خايف من الزمالك؟ يا اخي بقى ما تخلينيش اقول كلام وحش. ما تعمل ايه قدام تروحوا بكاس العالم للانديه؟ هتنزل ايه بعم حارس يدافع معاهم؟ كرة اكرم ما بيجي يستلم الكرة، اكرم مدافع ومقاتل وكل حاجه، بس ما فيش هجوم يا جماعه. بياخد الكرة عاوز يعمل ما بيش عنده، مش الملكه بتاعته. كوكا النهارده برضه فكره زيزو كان بيعمل كل حاجه هو عاوزها في الملعب النهارده. وفين اللي احنا قلنا عليه في بدايه؟ كل الدنيا قالت يا جماعه ده مش عارف، كان ناقص نروح نقول للزمالك نفسه اضغط على الزمالك وهو بيحضر لعب، اضغط على عبد الله السعيد، اضغط على زيزو وهو بيستلم الكوره. ده الاثنين كانوا الله اكبر عليهم، بيستلموا الكوره وبيعملوا كل اللي هم عايزينه. انت فين يا عم الحاج؟ ايه اللي انت عملته في الماتش ده؟ ما عملتش حاجه. ادائك وحش، ادائك وحش. انت داخل بتدافع، في الاخر اتعادلت، خسرت. ايه الفرق يعني؟ ما خسرت زيرو وخدت واحد او خدت واحد، خساره. انت النهارده خسرت مش اتعادلت، خساره. دي خساره بالنسبه لي، خساره بدون داعي، بدون داعي. بتلعب قدام فرقه ميته، تبقى انت فني اعلى منها بكتير، انت فوق. لكن لا، انا لازم انزل، انا لازم انزل منكسر، لازم اكون منكسر كده قدام نادي الزمالك، لازم اكون منكسر. عايز تعلق على لعيب، علق على لعيب. حسين الشحات انت بلح، حسين الشحات انت بتهجس، انت ما بتلعبش كوره. ده ايه بقى؟ ايه اللي يعني استنجدت بيك النهارده؟ ايه بقى يا ولا الهوا؟ سبتني، مت، انا مت في المعركه. المفروض كنت انت تنقذني، انت سبتني في المعركه، انا مت. لان حضرتك مش مركز في الملعب، حضرتك ما بتقدم لعب غريب جدا. محمد عبد الله ما عملش اي حاجه النهارده، يعني ما برضه غلطه كولر. اشرف داري كان سيء،
انا من وجهه نظري ان هو لاعب كان سيء النهارده، دفاعيا كان سيء. مصطفى العيش كان يلعب يكون احسن. عايز يبقى تاني. اكرم كان كويس. ها. الشناوي الكره اللي جت عليه دخلت فيه. كرة زيزو دي مش فرصه ولا تصدي ولا اي حاجه، الكره جت في ايده ما فيهاش اي حاجه. الكره اللي المفروض كان يشيلك فيها لان في غلطات من الدفاع وفي كذا وفي كذا، فلازم يظهر الحارس. عدت ما بين ايده وسط لبنتايج حطها الهدف التعادل. ايه بقى ايه يعني؟ مش فاهم الشناوي ايه. الشناوي ما عملش اي حاجه في المباراه دي. ايه الكوره اللي شالها كانت خطيره ولا اي حاجه؟ الكوره كلها كانت بتيجي في ايده. الكوره الوحيده اللي كنت عاوزه يشيلها ويلحقني فيها لان الدفاع خذلني، ده عدت ما بين ايده وهو كامل الله عدت وصلت لبنتاج حط الكوره بس. خلاص المباراه انتهت وتعادلنا، والزمالك طالع من الملعب مبسوط واحنا جماهيرنا طالعه زعلانه وتعكننت بس. شكرا. وبعدين هارد لك لجماهير النادي الاهلي مش للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. الجهاز الفني يتحمل الشكل القرف اللي حصل ده، لكن هارد لك للجماهير اللي راحت دي، هارد لك للجماهير اللي اتفرجت من ورا الشاشه واتحرق دمها على الاداء الغريب ده اللي احنا قدام الزمالك. ولا كأن دلوقتي الواحد يجي يتفرج والله الزمالك بينافس على الدوري. لا يا عم بينافس على الدوري. انا اللي بنافس على الدوري مع بيراميدز، والزمالك ده اللي متعادل مع بتروجيت وخسران من كذا وخسران من كذا وضربه السلك والمشاكل، وانا اللي طالع قدامه دلوقتي. بص مستواه نفس مستوايا بل هو احسن. هارد لك لجماهير النادي الاهلي، ربنا يستر من اللي جاي. يعني ما بلاش نكبر المواضيع، بس يعني ايه مباراه انت ضيعت فيها نقطتين، تعادلت بدون داعي، كنت وهتوسع الفرق ما بينك وبين بيراميدز وهتضغط نفسك اكتر مع بيراميدز. بس يعني ما عنديش. انت عندك المعطيات، عندك اللعيبه، عندك اللي انت فني اعلى، لكن انت بتيجي قدام ماتشات الزمالك وبترعش. مدرب بيرعش ويرعش اللعيبه معاه، بدل ما بيخش اللعيبه تبقى داخله كبسه على الزمالك وتكسب وتلعب، لان هي ده لازم يحصل. لكن انت بتفاجئ الزمالك كل مره اللي والله تعالى هاجم، تعالى خش عليا، تعالى انا مستسلم، تعالى صعب المباراه عليا كده. انا بحب الصعوبات. مفيش تعليق، مفيش اي حاجه. كولر يتحمل نتيجه التعادل 100% النهارده. تشكيل سيء، اداره فنيه ولا اعفن من كده. ده بس ده ملخص الموضوع. سلام.